الدعوة إلى هذا اللقاء الجميل حول اللغة العربية. ولا أبالغ إن قلت إن الأستاذ هذا رمز أدبي مشهور في القاهرة، وهي تحتضن كل الأصوات الأدبية المصرية وغير المصرية، وإذا سمعت بأن هناك أديبا قدم إلى مصر تستضيفه، وأنا شهدت هذا، تستضيفه وتعرفه. شكرا لها، شكرا. قرأت مقالا بعنوان هل كلمة ميرسي أجمل من كلمة شكرا؟ هل كلمة باردون أجمل من كلمة عفوا؟ قدر لي أن أدرس في بلد عربي، ودهشت أن هذا البلد يدرس جميع المواد بلغة غير عربية من المرحلة الابتدائية حتى الجامعة. لماذا لا ندرس الطب والهندسة والعلوم بلغتنا العربية؟ هل تعجز اللغة العربية أن ندرس بها الطب والهندسة والعلوم؟ يعني حديث طويل وقد أفاض فيه أستاذنا الدكتور بسيم حفظه الله. أقرأ نصا شعريا وهذا الذي جئت به. تلك المليحة لا طول ولا قصر، كم شدنا من عيون الظبية الحور. كأنما هي تلك المليحة رب العرش توجها، كأنما هي بين الأنجم القمر. أم اللغات وبحر لو تغوص به لكان بين يديك العز والظفر. فكيف يهجرها قوم بلا سبب؟ يا ليتهم غير هذا الكنز قد هجروا. إني لأبصر جيلا أمره عجب، يرمي العدو ولا قوس ولا وتر، يرنو إلى الغرب يستجدي مودته ويطلب النصر من قوم به غدروا. ماذا سيبقى إذا أهملتم لغة فيها تنزلت الآيات والسور؟ ماذا تبقى لكم من مجد أمتكم إذا رأيتم عمود البيت ينكسر؟ الله. فهل تقولون والأيام شاهدة كنا إذا قيل نص الصف نعتذر؟ أتهزؤون بها والله شرفها؟ أتهزؤون فإن القلب يعتصر. عودوا إلى لغة القرآن أمكم فأنتم دونها نخل ومنقعر. عودوا إلى لغة القرآن أمكم فإنها التاج والياقوت والدرر. فكل ثوب بغير الضاد مهترئ، وكل نصر بغير الضاد محتقر. إني لأعجب لو يجدي هنا عتب، إني لأعجب لو يجدي هنا عتب، لو كان ينصف منا السمع والبصر. شكرا لك. شكرا للشاعر المصري الكبير الأستاذ محمود مفلح. وأقدم لكم الآن الشاعر والمسرحي الكبير الأستاذ علي أبو سالم، فليتفضل.